اهلا بحضراتكم. النهارده هنعمل مقارنه بين التلاجة التوشيبا والتلاجة التورنيدو وايهم افضل. وقبل ما نبدا الرجاء الاشتراك في القناه. اولا التلاجة التوشيبا موديل EF40B-T بتنزل في الوان سيلفر وشامبين وذهبي. التلاجة دي من عائلات التلاجات البلازما. التلاجة بتنزل نو فروست يعني ما بتكونش طبقة جليد. التلاجة بتنزل في سعة 355 لتر. الفريزر بتاع التلاجة واسع وفتحات التبريد منتشرة في كامل الفريزر. كما يوجد رف متعدد المستويات. كما يوجد ترموستات للتحكم في درجة تبريد الفريزر. كما يوجد في رف الباب أماكن ممكن نحط فيها زجاجات مياه أو عصير، بالإضافة لوجود مكعبات التلج. التلاجة بتاعت التلاجة فيها خاصية البلازما، أي تساعد على حفظ الطعام طازجا لأطول فترة ممكنة، كما تقوم بقتل البكتيريا وإزالة الروائح غير المستحبة. التلاجة فيها إضاءة ليد وأرفف زجاجية شديدة التحمل. كما يوجد ترموستات للتحكم في درجة تبريد التلاجة. كما يوجد درج للخضار والفاكهة سهل الحركة. كما يوجد أرفف في باب التلاجة يمكن استخدامها. التلاجة صديقة للبيئة، وده لأن الفريون بتاع التلاجة غير ضار بالبيئة. كما أن التلاجة موفرة في استهلاك الكهرباء، لأن قوة كفاءة الطاقة A. أبعاد التلاجة: التلاجة الارتفاع بتاعها 160 سنتي، العرض 66 سنتي ونص، والعمق 68 سنتي ونص. التلاجة بتنزل ضمان العربي ضمان 10 سنوات مجاني شامل. ثانيا التلاجة التورنيدو موديل RF-580T بتنزل في ألوان أسود وسيلفر. السعة اللترية للتلاجة 450 لتر. الفريزر بتاع التلاجة مداخل التبريد فيه متوزعة بشكل كويس جدا. في رف سهل الحركة. كما يوجد سنسور للتنبيه في حالة ترك الباب مفتوحا لأكثر من دقيقة. تصدر التلاجة أو الفريزر تنبيها. كما يوجد صانع مكعبات التلج. الباب بتاع الفريزر يوجد به أماكن لوضع زجاجات المياه. التلاجة يوجد في التلاجة منقي روائح اسمه نانو ديزايزر، وده منقي بيعمل على امتصاص الروائح غير المستحبة وعدم اختلاط رائحة الطعام مع بعضها، كما يمنع نشاط البكتيريا مما يحافظ على الأطعمة أطول فترة ممكنة. كما يوجد تكنولوجيا هايبر كولينج سيستم، وده اللي هو اللوح الألمونيوم اللي في ظهر التلاجة ده، وهي تكنولوجيا تعمل على التبريد السريع للهواء في جميع أنحاء التلاجة، بالإضافة لإزالة الرطوبة لحفظ الطعام وجعله أكثر نضارة لأطول فترة ممكنة. كما يوجد في التلاجة إضاءة ليد. كما يوجد أيضا ترموستات للتحكم في درجة تبريد التلاجة والفريزر. كما أن أرفف التلاجة زجاجية شديدة التحمل وسهلة الحركة. كما يوجد رف لحفظ الطعام واللحوم والأسماك والأطعمة الطازجة. كما يوجد درجين منفصلين لحفظ الخضار والفاكهة سهلين في الحركة. كما يوجد في الباب أرفف سهلة الحركة يمكن استخدامها. كما يوجد أيضا سنسور أمام في التلاجة كما هو موجود في الفريزر. في حالة ترك الباب مفتوحا لأكثر من دقيقة تصدر التلاجة تنبيها بإغلاق الباب، وإذا استمر ترك الباب مفتوحا للدقيقة الثانية تصدر التلاجة تنبيها أيضا بإغلاق الباب، وإذا استمر ترك الباب مفتوحا للدقيقة الثالثة تصدر التلاجة تنبيها بإغلاق الباب، ولكن بشكل مستمر حتى يتم إغلاق الباب. جسم التلاجة مصنوع من مادة ABS مقاومة للبكتيريا. كما أن التلاجة صديقة للبيئة، أي أن الفريون بتاعها غير ضار. التلاجة موفرة في استهلاك الكهرباء، حيث أن مستوى استهلاك الكهرباء A. الأبعاد التلاجة التورنيدو: الارتفاع 167 سنتي، العرض 70 سنتي، والعمق 72 سنتي. التلاجة ضمان العربي ضمان 10 سنوات مجاني شامل. لو حبينا نقول أيهم أفضل، التلاجة التورنيدو ولا التلاجة التوشيبا، هنقول التلاجة التورنيدو من رأينا عشان الإمكانيات اللي زي إن السنسور بتاع الأمان في التلاجة التورنيدو موجود في الفريزر والتلاجة، مش موجود في التلاجة بس. كما يوجد في التلاجة التورنيدو فلتر اسمه نانو دايزر المنقي الروائح. كما يوجد أيضا في التلاجة التورنيدو تكنولوجيا هايبر كولينج سيستم،
كما يوجد درج للخضار والفاكهة منظم بشكل أفضل ومنفصل، بحيث إن أنا ممكن أحط في درج فاكهة ودرج أحط فيه خضار. باختصار شديد، التلاجة التورنيدو يا جماعة هي التلاجة الشرب، الفرق الاسم، كما أن سعر التورنيدو بيبقى أحسن كمان. وفي النهاية الاختيار لحضراتكم. شكرا للمشاهدة، ما تنسوش الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.